السلام عليكم اخواني، اسعد الله مساءكم، اهلا وسهلا بكم. يا ريت اخواني لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. اخواني بدنا نحكي هلا على موضوع كتير كتير بيفيدكم انتم، ويا ريت الناس كلياتها اللي عم تتابعنا. نشرت انا بفيديو السابق على تجديد الجواز السوري، موجود بالقناة وممكن تبحثوا عليه. واليوم بدنا نحكي على موضوع كيف بدك تاخذ موعد بالمنصة، لأنه في كتير عالم عم بتحاول بيعطيها فشلة المحاولة، أو ممكن تحاول مرة أخرى، لأنه كتير حاليا صار ضغط كتير على الجواز السوري، إن كان خارج ولا داخل. بقى انت لما بدك تاخذ موعد يفضل انت لما بدك تاخذ موعد تعرف كيف بدك تفتح المنصة وايمت مواعيد المنصة. طبعا هاي الكلام راح ايمت مواعيد المنصة تفتح راح نحكيه باخر فيديو، يا ريت تتابعونا لاخر فيديو لحد ما تعرفوا ايمتى الموعد اللي بده ينفتح المنصة. لانه في كتير عالم حاليا خارج القطر السوري او داخله عم بتعاني من اخذ الموعد، يعني مو بس اخذ الجواز سفر عم بتعانوا منه، عم بيعانوا من اخذ الموعد بالمنصه. لانه لما عم تدخل على الرابط تبع المنصه عم بيعطيك فشلة المحاولة او عاود مرة اخرى. بقى بهيك حالة اخواني، طبعا انت بهيك شو بتساوي؟ مثلا في كتير عالم بتدخل على المنصة بتحاول ما في نتيجة، بتروح طبعا شو بتساوي؟ بتلاقي مثلا واحد تعطيه مصاري بتقول له اعطيني موعد، اقرب موعد، ولا شو اسمه، سرع لي الموعد. هذا الكلام ما عاد فيه، وكل شيء واحد بيقول لك انه تعال هات مصاري وانا بظبط لك الكلام هذا. لا، الافضل انت اعملها بايدك، لانه احسن ما الناس تانية تنصب عليكم ولا تيجي تقول لكم مثلا هات مصاري ونحن بنعمل لك موعد بالمنصة وهات كذا. اخي اشتغل انت لحالك. انت بهيك حالة اخي ان كنت داخل القطر السوري او خارج القطر السوري موجود الرابط فوت عليه، ملي بياناتك كاملة، وملي تاريخ الميلاد واليوم وهالقصص هي كلياتها، المعلومات كلها اللي تعطيكم اياها على المنصة بتمليها كلياتها. وشو بتساوي انت لما بتفوت على الرابط بيعطيك فشل؟ هون السر يلي انت بدك تعرفه ايمت بدها تفتح الرابط معك او تفتح المنصة معك او تقدر تقدم الموعد يلي انت بدك تساوي. شو بتساوي؟ هلا مثلا عندك الدوائر الحكومية امتى تفتح بسوريا؟ الساعة 8 تقريبا، 8 وشوي. الرابط لما بده يفتح بيفتح معك مرتين باليوم، يلي هن 8 إلا 10. عندك 8 إلا 10 بيفتح المنصة، بتاخذ ما يقارب 25 ل 30 جواز، موعد للجواز 8 إلا 10. من 8 إلا 10 أنت بتكون قبل 8 إلا 10 مملي البيانات كلياتها. لما بتكون مملي البيانات كلياتها ومشيها أنت طبعا بتحطها تلقائيا لحاله، بصير بيبحث بيعطيك فشل، بيرد حاول مرة أخرى، حاول هيك لحتى يلقط معك هال10 دقايق، يلقط معك الموعد. وفي موعد ثاني طبعا بحال إذا ما قدرت تاخذ 8 إلا 10، في عندك موعد ثاني 3، الساعة 3 و10 أو 2 ونص، يعني بدك تفتح أنت بين 3 و10 و3. المنصة بتفتح معك بين 3 و3 و10. 3 و3 و10 لما بيكون بيخلص الدوام الحكومي، بتكون الناس طبعا الهجرة والجوازات أخذت الجوازات كلياتها،
تبع الموعد اليوم بدهم يفتحوا موعد ثاني لياخذوا جوازات ثانيه جديده، بيكون مخلصين 25 او 30 جواز، بدهم يفتحوا مواعيد ثانيه. بيفتحوا معك من 3 إلى 10، وعندك الفتح الثاني من 8 إلى 10، 3 و10 و8 إلى 10. هي المواعيد المضبوطة يلي بيفتح معك المنصة. غير هيك أخي ما بتقدر تفتح المنصة، لأنك بتحاول كتير وبتيأس. بقى نصيحة مني، فوت ب8 إلى 10 و3 إلى 10، 3 و10، هون بتفتح معك المنصة. وكل شيء بيقول لك واحد جيب مصاري، لا، وفرها على حالك، أفضل لك وأحسن لك. وفرها على حالك، ومثل ما بيقول لك اشتغل وخذ مواعيد بهالطريقة هاي. والله يعطيكم العافية جميعا. ويا ريت الأخوة المشاهدين لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله.